السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنجيب طاسة أو صينية وهنحط فيها نص كوباية مية. تمام كده. ولغاية لما المية دي تغلي بقى هنكون احنا عملنا إيه؟ عندنا نص كيلو كبد وقوانص. هنغسلهم حلو قوي ونقطعهم، وبعد كده هنحطهم في مصفى. الكبدة لوحدها والقوانص لوحدها، ودي عليها شوية خل ودي عليها شوية خل، وهنسيبهم شوية كده يتصفوا وينزلوا الدم اللي فيهم لغاية لما المية دي تغلي. بعد ما المية دي تغلي هننزل عليها بالقوانص. تمام كده. بصوا اهي، بص القوانص نضيفة ازاي زي الفل. اللي تقولك انا ما بغسلش الكبدة ولا بغسل مش عارف ايه، لا قولي لها معلش يعني. لازم الحاجة دي تتغسل حلو، وتحط لها شوية خل، ولا هتتزفر ولا اي حاجة، هتبقى اكلك نضيف وطعمه حلو وريحته حلوة. تمام كده. المهم نزلنا بالقوانص على المية زي ما شفتوا، هنسيب القوانص لغاية لما تشرب المية. احنا كده كده مش حاطين كمية كتير من المية يعني، لغاية لما تنزل الإيدام بتاعها زي ما انتوا شايفين كده وتشرب المية بتاعتها دي خالص. وبعد ما يحصل كده هنقوم نازلين عليها بالكبدة، هنديها تقليبتين عشان الكبدة ما بتاخدش تقليب كتير. وبعد كده يا بنات هنكون مقشرين فصين توم، يعني شوية توم، وعليهم كام قرن فلفل. شوفي بقى انت عايزاهم حراقين او باردين او كده. قطعنا كمية الفلفل اللي انا عايزاها وشوية التوم برضو على قد الاكلة بتاعتي، وهنزل بيهم دلوقتي على الكبد والقوانص. تمام كده. وحطينا شوية زيت، وبعد كده هننزل بالبهارات بتاعتنا. البهارات عبارة عن ايه؟ شوية كمون، شوية فلفل اسود، شوية كزبرة، وشوية ملح، بس كده. والله الطبق ده يا بنات هيعجبكم أوي، زي العسل. وبعد كده هينفع معاكِ ساندوتشات الولاد في المدرسة، هينفع غدا، هينفع عشا. يعني إن شاء الله الطريقة دي هتعجبكم أوي. تمام. بس اوعي تنسي ما تغسليش الحاجة، لازم تغسليها كويس أوي، وتحطي عليها شوية الخل. شوية الخل بتنزّل كل الدم والزفارة اللي في الكبدة. طبعًا الكبدة اللي هي التانية المستوردة أو البلدي أو أي كبدة يعني تجيبيها من برّه، بعد ما تغسليها حلو أوي، تحطيها في مصفى وترشي عليها شوية خل. صدقيني ده بتضيّع الريحة الوحشة اللي فيها. طبعًا عشان وبرّه ما بتضمنيش أنتِ يكون في حاجة وقفت عليها من إيدين العامل اللي بيبيعها لِك. لازم تغسليها كويس، عشان أنا سمعت فيديوهات كتير يقول لِك أصل إحنا ما بنغسلش الكبدة. دي أكبر حاجة غلط على فكرة. اشطفي كبدتِك كويس أوي ورُشّي عليها شوية الخل، وهتاكلي أحسن حاجة وأنضف حاجة. يا رب يا بنات يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. في رعاية الله وأمنه. جرّبوا الأكلة دي هتعجبكم أوي وخفيفة. ويا رب يا حبايبي يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.